بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا صباح الورد وصباح الياسمين، نهاركم معطر بذكر ربنا سبحانه وتعالى بإذن الله يا رب. فين النهارده؟ أنا أعوذ بالله من كلمة أنا عند خالتي هي حماتي. بصوا بقى، احنا شقلبنا الدنيا زي ما انتم شايفين كده. كنت منزل التوم لخالتي، كان متشعلق زي ما انتم شايفين او متعلق يعني ايه متشعلق دي؟ كان متعلق، والمهم قلت لها طب سيبها نزله لي. كان غسلت لها برضو السيراميك. اريال بيبقى ريحته حلوه برضو في اما بنكون بنغسل او بنسيج او اي حاجه، بتبقى ريحه الاريال او الاوكسي الجل. يا ده بيدي راحه وبيدي انتعاش للمكان كده، تحس كده. لا، تحس روح الياسمين والورد والحاجات الحلوه دي. غسلت لها بقى الترجه ودعكت لها الحيطان. يمكن انا مختصره معاكم، بس هو لو هنصور لكم ده انا كنت صورت لكم 4-5 ساعات، بس اختصرت معاكم عشان برضو ما نطولش الفيديو، اهو برضو تملوا منه. كنا جايبين ملوحه بعد ما خلصت بقى مع خالتي ونضفت لها كده زي ما انتم شايفين. بصوا الارض عامله ازاي، عايزه نظافه، عايزه لمعان، عايزه يبقى البرسيل الجل يا الاوكسي الجل يا كرول الالوان، احلى ريحه واحلى لمعان بيبقى. بصوا بقى من الاخر يعني. دعكت لها بقى الحيطان زي ما انتم شايفين كده، جبر الخاطر على ربنا سبحانه وتعالى. وهي بصراحه بتكبر بخاطر في حاجات كتير، والدنيا دواره. اللي هنعمله هيترد لي في عيالي، طولت ولا قصرت ان بقيت. وربنا يدينا العمر الطويل يا رب. عايشه ان شاء الله رب العالمين لعيالي. اكيد هنبقى حما، كل ده هيترد لي عشان نيجي في يوم نلاقي اللي انا بنعمله بنحصده. فالحمد لله رب العالمين. كفايه بس ناخد الدعوه الحلوه منك، كفايه تقول لي ربنا يحفظك لعيالك ولا يخلي لك بيتك، يعني كفايه بس الدعوه اللي ناخدها منها هي وامي. انا ماشيه بدعاهم ببركه ربنا، وهم والله العظيم الواحد ماشي بدعوة الناس الكبيرة دي، إن كانت حماتي، إن كانت أمي، إن كانت أي حد من قبله. طول ما أنا ماشية كده نلاقي حد كبير. الله على الدعاوي الجميل أو الدعاء الجميل. يا رب يكون في ميزان حسناتنا جميعا يا رب. نزلت بقى التوم لخالتي ومسكت التوم ده. هي بتنشفه، يعني بتجيبه هو اخضر وبتحطه زي ما انت شفتوا كده، ما بيحصلوش اي حاجه عشان هو متعرض للهواء، لكن لو في حته مكتومه هيفضي بسرعه وهيبوظ. مسكت بقى لمته لها مطرح ما نزلته لها، لمته لها وكنست لها الترجه دي. هما ده هي ديت باب هما قافلين وحاطين ورا بقى الحاجه اللي مش محتاجينها، العجل، مع سرير، الحاجه اللي هما مش محتاجينها هي خالتي حطاها هنا. بس سيكتها لها وكنستها لها زي ما انتم شايفين، خليتها لها كده بتبرج يعني من نظافه. دخلت بقى عايزين نعمل ايه. كده خلصت. كنا جايبين ملوحه، يعني بعت ياسين ابني جاب لنا ملوحه هو وابن عمه. بصوا الصعيد يعني اكل زي كده، يعني اكله ملوحه. الصعيد ساعه ما تقولي سمك لا يقولك الملوحه احسن من السمك عندنا. قلت لهناء بقى، هناء طبعا سلفتي زي ما انتم عارفين، وادي التوم اللي هي خالتي نجدته اهوت. فضيته بقى اللي هو كان عايز ايه، العروش بتاعته قطعتها وحطيتها في كرتونه عشان ساعه ما تسحب منه يكون تحت ايدها، ما يكونش عالي عليها. يعني كانت بتيجي تنزل راس ولا حاجه كان كله بينزل في الارض. بس خلصت بقى ودخلت هناء قاعده جرته في الملوخيه. بصوا هناء دي ملوخيه خضراء. بصوا بقى بتبقى حلوه هي والناشفه، بس في الصعيد بيفضلوا النشف. دخلت بقى قلت لها تعالي هناء نعمل الملوحه مع بعض. قالت لي طب تعالي يا مرو. يعني هي بصراحه كويسه واحنا كلنا متعاونين مع بعض، يعني هي اخوات كلنا مع بعض. انت فاهمين ازاي؟ مفيش حاجه اسمها لي سلايف او كذا، لا والله المحبه من عند ربنا، والكلمه الحلوه اللي تطلعيها هي اللي قاعده لك في ميزان حسناتك، وهي اللي بتحبب الشخص اللي قدامك فيك. طلعنا بقى الملوحه، هو ده سمك مملح تمام، يعني سردين بمعنى صح، سردين. في بقى اللي هي دي طحينه كانت جاهزه تمام. هنفضيها بقى، وبعد كده هنجي هي هنقعد هي بتنضف فول، يعني هي خدت تنضف وانا ابتديت نقطع حتت صغيره وراها. قالت لي سيبيها يا مولود. طب يا بنتي سيبيها نعملها. قالت لا والله سيبيها بس هنعملها لك انا، امسكي لي. قلت لها طب بصي اعمليها انت وانا هنعمل البصل جنبك. بنعمله بصل نعمل ليمون جنبها، يعني اللي بيبقى الاكله دي بتبقى عايزه تحابيش جنبها يعني كده. هي التحابيش يعني مثلا بطاطس مقليه، عايزه بتنجان، بصل اخضر، بصل ناشف، ليمون، الحاجات دي بتفتح النفس. والله قعدت اكلت انا وخالتي
وهناء برضو كانت عاملاها، بس هناء يعني هي بتحبها بالمقليه، تحب تحمرها كده في الاول. كلنا اكل فيها، انا عايزه نقول يمكن ما كنتش كلت الاكل ده من سنه حقيقي. الاكله دي بتاكل، بتخليكي عارفه لو انت مسدود نفسك، لا بتفتح نفسك وتخليكي كده انت عايز تاكلي الطبق كله اصلا، فبتبقى طعمها حلو خالص. عند في وجه بحري عند امي بنسميها فسيخ، لكن في الصعيد بنسميها ملوح. اكيد الناس اللي هم الصعيد عامه كله عارف، ومصر برضه، بس يمكن اخواتي اللي من بره ما يعرفوش ايه الملوحه. الملوحه ده سمك او سردين بس حادق، يعني هم محدجينه في فتره معينه في براطيم كده. تمام. في ناس بتعملها في البيت وفي ناس بتشتريها من بره، بس بتاعت بره ليها تكات حلوه عن بتاعه البيت. ممكن يديني ب10 جنيه، ممكن يديني ب20 جنيه، ممكن على حسب، هي بالكيلو. يعني الكيلو الوقت بتاعي يعدي زي 200 جنيه، بس احنا جبنا مثلا ايه ب40. عملت كتير معانا، واساسها الملوحة الطحينة مع ليمون مع شطة. بس نقطعها الاول حتت صغيرة. طبق بنعمله طبقين مثلا كبار حلوين، نحط واحد عليه شطة والتاني، يعني هي لازما الليمون، بس واحد بيبقى سادة وواحد عليه شطة. يعني عيل صغيرة بتاكل ولا حاجة، بتبقى الشطة يعني هتبقى مش هتنفع معاهم، يعني تبقى حراجة وكده عليهم. فاحنا بنعمل طبق بشطة، ونعمل طبق ايه اللي هو برضو عادي يعني كده من غير شطة ولا حاجة. هنا بقى بتعملها ليها، هي بتحمرها وبعد كده تنزل عليها بالطحينة. بس انا بصراحة عيال ما بيحبوهاش كده، يعني كل واحد ليه اكلة يعني معين. بس هنيجي بقى ايه، هننزل عليها بالطحينة وليمون. هنعمل طبقين حلوين كده عشان خالتي، هنحط واحد شطة عشان هي بتحب الشطة. والليمون. ودي اللي انتوا شايفينها اللي هي في الكيسه اللي هي زي الميه دي الميه بتاعت الملوحه. تمام. ايوه دي ميه الملوح، بس بتبقى حادقه. يعني ممكن نحط منها، هي المفروض تتحط الكيسين، يعني هو مدينا كيسين، بس أنا لو حطيت الكيسين هتبقى حادقه موت، محدش هياكلها. فحطيت حبه حلوين كده، ونيجي نازله بكام ليمونه كده مع بصل بقى. اكله حلوه وعايزه اللم، الاكله دي عايزه اللمه بالاخر كده، عايزه اللم. فعايزاكم بقى تشجعوني باذن الله كده الفتره الجايه دي، والفيديو ده عايزه لايكات حلوه فيه عشان تشجعوني ننزل لكم سلسله الفيديوهات الجايه. عايزه لايكات، عشان لو ما شجعتنيش بقى خلاص مش منزله فيديوهات دلوقتي، خلاص هنسيبهم كده مش هننزل دلوقتي. فعايزه تشجيعكم الحلو ده، ربنا يسعد قلوبكم يا رب. بصوا بقى، ده كده واحده فيها شطه، وعملت بصل عليه ليمون عليه خل، والتانيه مفاش. اكله حلوه انتوا شايفينها، بس يعني عامله ازاي قدامكم؟ لا دوقوا الطعم بقى بجد، بتبقى روعه، من احلى الاكلات اللي بنحبها. زي ما بنقول لكم هنا في الصعيد مشهوره جدا، الصعيد يعني ملوحه الصعيد كله، فبتبقى طعمها حلو. كده بقى كنت خالتي، كنا قاعدين انا وخالتي برضو بنعمل، قعدنا كنا برضو يعني ملوخية الكلام ده عشان العشاء. خلصت بقى ودخلت غسلت لها قبل ما نمشي، كنت لبست بقى وخلصت. غسلت لها بقى المواعين عشان ما نسيبهاش ورايا حاجه، لان طالما حطيت ايدي في حاجه مش معقوله ان انا هنسيب لها ناكل ونشرب ونسيب لها الدنيا كده ونمشي، لا لازم برضو نعمل لها كل حاجه قبل ما نمشي تقعد ترتاح، لان هي امي برضو، مش حما، لا امي برضو. يعني مش عايزه نقول لكم الحما لا، ما بتسماش حما والله، بتسمى ام. شوفوا كمر، ونقعد مع نفسنا نقول شوفوا انا تعبانه ازاي وبنعمل ايه وبنعمل ايه. فهي برضو كانت كده، وامي كانت كده. الله يعين كل واحد على حمل بيته، اللهم امين يا رب. فالكل اخت اعملي اللي تعمليه، هيقعد لك في ميزان حسناتك والله. الدنيا ما هياخد، ما حد هياخد حاجه معاه، هياخد عمله. وروحي بعملك يكون حلو كده. اي حد، امك، حماتك، اخت جوزك، اختك، سلفتك، اتعاملي الكلمه الحلوه اللي هتطلعيها هتعود لك عليك وهتحببيهم فيكي. حتى لو حد شايل لك اذى بعد الشر ولا شايل لك حاجه، بطريقتك هتحببي الكل فيك. ربنا يسعدكم في بيتكم ويهنيكم يا رب، اللهم امين. كنت كده خلصت وهنروح بقى، يعني كده لما تلاقي المواعين وخلت لها الدنيا بتبرج كده، سبتها ما مرهاش اي حاجه، ونروح بقى نشوف هنعمل ايه في البيت عندي. كنت سايبه برضو البيت عندي نضيف يعني، بس ممكن نعمل بقى ايه حاجه لعيالي، عشوه لعيالي، حاجه. احنا ده كان غدا. فالحمد لله رب العالمين، كان يوم عسل وكان يوم حلو، ومن احلى الروتينات او من احلى الفيديو اللي فيها صله الارحام. فيلا قومي تشجعي كده، شوفي خير ايه اللي انت عايزه تعمليه في يومك، ما تعديش اليوم منك كده. ربي يسعد قلوبكم ويسعد روحكم الحلوه يا رب. نسيبكم فيديوهات جديده في رعايه الله.
كل اخت بجالة بتقول لي يا مروه ادعي لي ربنا يسعد قلوبكم يا رب ولكم بالمثل باذن الله رب العالمين. يلا كده الدعاء بتاعنا. في ام انس ومريم، ربنا يحفظ لك انس ومريم وتشوفون في اعلى المراتب يا رب اللهم امين. مريم امتحاناتها شغاله، ربنا معاكي باذن الله، او دراستها تقريبا شغاله، فربنا معاكي وان شاء الله تبقي في احسن حال يا رب اللهم امين. انت واخوك ربنا يبسط ماما بيكم يا رب اللهم امين. ام الحبيب عبد السلام ومريم، ربنا يخلي لك الحبيب ومريم يا رب وتشوفيهم في اعلى المراتب يا رب ويرزقك الرزق الواسع المبارك اللهم امين يا رب. سارة من الجزائر، ربنا يسعد روحك يا سارة ويفرحك بأولادك ويرزقك انت وزوجك يا رب من حيث لا تحتسبي اللهم آمين يا رب. أم نضال، ربنا يسعد روحك ويديك ألف صحة وألف عافية ويفرحك بأولادك اللهم آمين يا رب. في دينا من مصر، ربنا يسعدك يا دينا ويرزقك يا رب بابن الحلال اللي يهنيك ويريح بالك اللهم امين يا رب العالمين. انت وفله من الجزائر اللهم امين يا رب العالمين. وانت يا فله يسعدك يا رب ويا رب يرزقك بابن الحلال يا رب اللي يهنيك ويريح بالك انتوا يا رب، انتوا ودينا وجميع بنات المسلمين اللهم امين يا رب. دكتورتنا الجميلة والدتها مريضة، ربنا يشفيها يا رب ويشفي كل مريض يا رب اللهم آمين. الحاجة فاطمة، ربنا يشفيك يا رب ويشفي كل مريض يا رب اللهم آمين يا رب العالمين. في أسماء من المنيا، ربنا يسعد روحك يا أسماء وتقومي بألف سلامة يا رب اللهم آمين. في أم أحمد من السعودية، ربنا يشفي لك ابنك يا رب يا رب وتفرحي ويفرحك بفرحهم يا رب ويسعدك ويهنيك في بيتك اللهم آمين يا رب. أم هنا من مصر، ربنا يفرحك ببنتك يا أم هنا يا رب اللهم آمين. منيرة الشمري من السعودية، ربنا يفرحك بأولادك يا رب ويهنيك ويسعدك في بيتك اللهم آمين يا رب. أمي من السعودية، ربنا يديك ألف صحة وعافية يا رب ويخليك لينا اللهم آمين يا رب العالمين. في أخت برضو من العراق بتقول يا مروة ادعي لي ربنا يسعد روحك الحلوة يا رب اللهم آمين. جيجي، ربنا يوفقك يا رب أينما كنت اللهم آمين يا رب اللهم آمين يا رب العالمين ويجعلك مباركة أينما كنت اللهم آمين يا رب. أم حسين من العراق، ربنا يفرحك بأولادك يا رب ويهنيك ويسعدك ويبارك لك في زوجك اللهم آمين يا رب العالمين. أم حمادة من سوهاج، ربنا يبارك لك في أولادك ويفرحك بفرحهم اللهم آمين يا رب. في برضو مروة مرزوق، أم أحمد، ربنا يسعد روحك الحلوة يا رب ويبارك لك في جوزك وفي أولادك ويرزقكم من حيث لا تحتسبوا اللهم آمين يا رب العالمين. أم كاكو، ربنا يفرحك بأولادك ويسعد روحك يا رب ويوفقهم يا رب وتشوفون في أعلى المراتب اللهم آمين يا رب. أم مالك محمد، ربنا يفرحك بأولادك يا رب اللهم آمين. عروستنا الجميلة، ربنا يهنيك ويسعدك ويسعد روحك يا رب اللهم آمين. سحر من منيا، ربنا يهنيك يا سحر ويبارك لك في جوزك وفي أولادك يا رب اللهم آمين. أم صلاح من المغرب، ربنا يبارك لك في أولادك ويفرحك بفرحهم ويحفظك يا رب اللهم آمين. أم أيمن من بغداد، يا رب يخليك ويهنيك ويسعدك ويبارك لك في أولادك يا رب وتشوفيهم ذرية صالحة فالحة اللهم آمين يا رب. عزة من الأقصر، ربنا يسعد روحك يا عزة يا رب ويهنيك ويسعدك يا رب ويشفيك يا رب يا رب ويشفيك يا عزة يا رب ويشفي كل مريض يا رب اللهم آمين. أم مؤمن، ربنا يسعد روحك الحلوة يا أم مؤمن يا رب اللهم آمين. أختي من العراق، ربنا يكبر بخاطرك على الكلام الحلو يا رب ده اللهم آمين يا رب العالمين. أم محمد من البحرين، ربنا يفرحك بأولادك يا رب وتشوفيهم في أعلى المراتب اللهم آمين يا رب العالمين. هند حسن، ربنا يسعد روحك الحلوة يا هند اللهم آمين. نورة، ربنا يسعدك يا نورة يا رب ويهنيك اللهم آمين يا رب العالمين. فاطمة، ربنا يسعدك يا فاطمة ويبارك لك في ابنك يا رب اللهم آمين. أم أحمد، ربنا يبارك لك في أولادك يا رب اللهم آمين يا رب العالمين. أمي من اليمن، ربنا يديك ألف صحة وألف عافية يا رب اللهم آمين يا رب العالمين. في برضو أخت خديجة من المغرب، ربنا يسعد روحك يا رب ويبارك لك في الجميلات الأمارات أولادك اللهم آمين يا رب. هي معاها 3 بنات، ربنا يحفظهم لك، ملكات قلبك ربنا يحفظهم لك يا رب اللهم آمين
وتشوفيهم احسن الناس، اللهم امين يا رب العالمين. وده كان فيديو النهارده. اي اخت ما قلتش اسمها تكتب لي في الكومنتات وانا تحت امركم. ربنا يسهنيكم ويسعدكم في بيوتكم يا رب. نسيبكم فيديوهات جديده ان شاء الله في رعايه الله. السلام عليكم.